مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ابدأ صح. حلقتنا النهارده حلقه استثنائيه شويه. استثنائيه مش عشان جايبين ضيف حصري او خبر حصري، لا، استثنائيه عشان مختلفه عن النمط الطبيعي بتاع البرنامج. طبعا زي ما حضراتكم عارفين فكره البرنامج قايمه على كل فكره استثماريه نقدر نطرحها لكم. يعني لقينا انه مهما كان دخلك او زياده دخلك او زياده الاجور، لقينا ان نمط الحياه حوالينا ومصاريفنا الطبيعيه بقت لود كبير قوي علينا ان احنا نقدر نوفرها من الدخل الثابت او الراتب الشهري. فبالتالي فكره البرنامج قايمه على ان احنا ازاي نزود دخلنا، ازاي ندخل استثمارات. احنا عايزين كل الناس تدخل في استثمارات، بنجيب لك كل الانواع من اول ال 100 جنيه تستثمر. فكل ما بنلاقي فرصه استثماريه كويسه بنجيبها نطرحها على الترابيزه، بنجيب وجهات نظر مختلفه بنتكلم فيها بتفاصيل بحيث ان انت تعرف كل حاجه عنها، من اول تبداها ازاي لحد تكسب منها ازاي. ده هدفنا في البرنامج وده اللي احنا طول الوقت مركزين عليه. ازاي تحسن دخلك، ازاي تدخل في عالم الاستثمار حتى لو باقل التكاليف، من اول 100 جنيه تقدر تدخل. طيب، واحنا ماشيين في طريقنا لقينا مشكله ظهرت. لما جينا اتكلمنا عن التمويل العقاري اتكلمنا عنه ان هو حل لملايين الشباب، وده حقيقي لانه هو حل فعلا لملايين الشباب. التمويل العقاري دلوقتي بقى نقطه لا غنى عنها. هو موجود في العالم كله وموجود في مصر، لا غنى عنها، لانه طبعا سعر الشقق السكنيه دلوقتي لاي شاب عايز يتجوز ارقام كبيره. فايه الحل؟ الحل تمويل عقاري. طيب، التمويل العقاري شرحناه بتفاصيله في اكتر من حلقه، واتكلمنا في تفاصيله، واتكلمنا عن اللي داخل المبادره واللي خارج المبادره، وقلنا اللي داخل المبادره نسب الفايده بتاعته 8% و12%، وده بمساعده الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه. وقلنا ان في بره المبادره طبعا بفايده اعلى، بس ميزته ان هو سهل جدا في اوراقه، يا دوبك مفردات مرتب اتش ار ليتر بطاقه وشكرا على كده. ففي ده وفي ده متاح وده متاح، فالتمويل موجود بكل اشكاله. طيب، التمويل زي ما هو حل ملايين للشباب وده حقيقي والدوله مركزه فيه جدا الفتره اللي فاتت، لقينا ان احنا لما اتكلمنا عنه ظهر لنا مشكله. ما قدرناش ان احنا نعمل نفسنا مش شايفين المشكله. كان قدامنا اختيارين، يا نعمل نفسنا مش شايفينها ونكمل في طريقنا ونقول احنا بنتكلم عن الاستثمار احنا ملناش دعوه، او ان احنا لا، في مشكله وظهرت لنا، طب ما نوصلها، ده دورنا ان احنا نوصلها ونحاول ان احنا صوتهم يوصل على قد ما نقدر، ونطلب ان الجهات المعنيه او الجهات المسؤوله ترد على اسئلتهم. وده اللي احنا بنهدف له الحلقه دي. طيب، احنا لما جينا اتكلمنا عن التمويل اتكلمنا عن الفايده 8% وال 12% اللي تبع المبادره. طب ايه المشكله بقى اللي ظهرت؟ المشكله اللي ظهرت ان القرار ده ظهر يوم 15/10 اللي فات، 15/10/2025. طيب، هل ده خبر وحش او حلو؟ مش موضوعنا، بس اللي اقدر اقوله انه نازل بعدد وحدات مهوله. يعني التمويل العقاري السنه اللي فاتت بس 2025 اتطرح مئات الالوف من الشقق التابعه للمبادره. يعني اتطرح بس في شهر 7 اللي فات 113 ألف وحدة سكنية تابعة للمبادرة. جينا في شهر 11 اللي فات اتطرح 400 ألف وحدة سكنية. المرحلة الأولى 25 ألف وحدة سكنية. يعني احنا بنتكلم ان المبادرة دي نازلة بعدد ضخم من الشقق. بس لما القرار اتاخد يوم 15/10 في ناس كانت اوريدي مشيت الإجراءات على الفايدة القديمة قبل 15/10، يعني كانوا مقدمين في شهر 8 وفي شهر 7 وفي شهر 9 قبل القرار الجديد بتاع المبادرة الجديدة أو الفايدة الجديدة. الناس دي لما طلع القرار بتاع يوم 15/10 كل حاجة عندهم عطلت، كل حاجة وقفت، ولا حتى عنده إجابة أنت هتمشي على النظام القديم ولا النظام الجديد. فهو مبقاش عارف وضعي إيه دلوقتي. إحنا لما عرفنا المشكلة
قررنا ان احنا نقول للناس اللي عندكم مشكله تعالوا اطرحوها، قولوا المشكله بتاعتكم واحنا هنحاول نوصل صوتكم ان يبقى في اجابه على اسئلتكم. بصراحه الناس اتصلنا بيهم النهارده تاني يوم الصبح كانوا موجودين. ليه؟ الناس دي حاسه ان هي تايهه، ما عندهاش اجابه. يعني هم مش معترضين على حاجه، هم عايزين اجابه بس. ف حط نفسك مكانه. هو واحد مشي الاجراءات، خلص، خد موافقه، بعد ما خد موافقه مستني بقى الفلوس تنزل، الفلوس ما نزلتش. هتنزل امتى؟ هو مش عارف. هتنزل على انهي فايده؟ هو مش عارف. هو مش معترض، هو مش عارف. طيب ناس تانية باعت شققها، وبعد ما باعتها وخلاص الشقه ما بقتش بتاعتهم وفي ناس سكنت فيها، المفروض تنزل فلوسهم في الحساب، ما نزلتش فلوسهم. طب هتنزل امتى؟ هم مش عارفين. هتنزل على انهي فايده؟ على القرار القديم قبل يوم 15/10، بعد يوم 15/10 هم مش عارفين. فاحنا كل اللي احنا عايزينه ان يبقى في رد على الناس دي امتى وعلى انهي نظام، بس كده. طبعا احنا عرضنا الكلام من وجهة نظرهم هم، لان احنا دورنا ان احنا ننقل مشكلتهم، مش نقرر لهم، مش نزايد على مشكلتهم، مش نعمل اي حاجه غير ان احنا ادي المشكله هنشوفها مع بعض، هنشوف هم بيقولوا ايه ونرجع نكمل حلقتنا. أنا تفاصيل مشكلتي إن أنا قدمت على مبادرة التمويل العقاري بتاريخ 25/9، أنهيت كل الإجراءات المطلوبة، عملنا تنازل الوحدة، حظر بيع للوحدة، دفعت مقدم برقم حوالي 280,000 جنيه، خلصت كل الإجراءات المطلوبة وخدت موافقة ائتمانية من البنك، وفاضل لي خطوة بسيطة هو صرف الفلوس من البنك. الكلام ده طبعا قبل صدور التعليمات الجديدة من البنك. فأنا مشكلتي دلوقتي إنه الفلوس لغاية دلوقتي ما اتصرفتش. قصتي مع التمويل العقاري ان انا عندي شقه ومفروض ان انا تمويل عقاري انا بعتها، ورحنا الشركه اتنازلنا وعملت تنازل للمشتري، وطلعنا على البنك عملنا توكيل ثلاثي، ومضينا كل العقود الثلاثيه، ومفروض اخذت خطاب من البنك بصرف الفلوس، والكلام ده كان 8/10. المفروض ان هو على المبادره القديمه قبل المبادره الجديده، ولحد الان ما حدش رد عليا، وعملت شكاوي في الادارات اللي هي مختصه بالبنوك او غير البنوك، وما فيش رد علينا خالص. انا بطالب بالرقابه المختصه على البنوك انه هي ترد علينا او يبقى في اي حل. والله انا كان عندي شقه سكن يعني، زي اي حد كنت عايز اوسع على نفسي للشقه، فجالي حد مشتري هو موظف، كان واخد موافقه تمويل عقاري من احد البنوك، واتفقنا على البيع وخلصنا كل الاجراءات. هو اصلا كان واخد موافقه تقريبا من شهر 6 اللي فات 2025. خلصنا كل الاجراءات وانا عملت توكيل وتنازل في الجهاز الخاضع للشقه، ومضينا عقد ثلاثي في البنك وعملت له توكيل بالبيع. يعني اصبحت الشقه اصلا مش بتاعتي، انا خلاص اوريدي بعت للبنك، والبنك اداني خطاب ضمان. كل الاجراءات دي تمت قبل تعديل القرار بتاع 15 اكتوبر الخاص بالفايده بتاعت المبادره. وللاسف حتى وقتنا هذا بروح البنك بخطاب الضمان اللي انا مستلمه، اللي مكتوب فيه ان انا استلم باقي فلوسي في خلال 10 ايام. حتى وقتنا هذا ما فيش اي فلوس اتصرفت لي. عملت شكاوي طبعا في الجهات الخاصه اللي خاضعه للرقابه على البنوك، ولكن ما فيش اي حل وصلت له لحد دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. زي ما احنا شفنا كده الناس طرحت المشكله اللي عندها. في نوعين من المشكله، في الناس اللي باعت شققها ومستنيه فلوسها، وفي ناس اللي قدمت على المبادره وتوافق عليها ودفعوا مقدم للشقه بالفعل ومستنيين الفلوس تنزل في حسابهم عشان يكملوا رحله التمويل العقاري. زي ما قلنا هم الناس دي مش معترضه، مفيش حاجه، هم كل اللي طالبينه يعرفوا امتى وازاي. بتهيألي دي إجابة سهلة قوي إن إحنا نريح بيها الناس، لأنه أنت متخيل لما بتدخل في مشكلة مثلا لو وقع منك 1000 جنيه في الشارع أنت بتبقى عامل إزاي؟
فما بالك بقى ده حط مقدم شقه ومش عارف هيكملها ولا لا، او شقته بقى فيها ساكن تاني خالص هو ما يعرفوش اصلا ومش عارف فلوسه هتيجي امتى. فاحنا طلب الناس دي اجابه على سؤالهم. طيب هل ده معناه ان التمويل العقاري فيه مشكله او وحش او نبعد عنه؟ لا طبعا، لا طبعا. الناس اللي عندها مشكله دي ممكن يبقوا 1000 10000 عندهم مشكله ان هم، وهي مش مشكله، هو كل اللي عملوه ان هم خدوا الاجراءات قبل 15/10، فلما القرار طلع يوم 15/10 حصل هولد ده نهايته امتى او ايه تفاصيله لسه مش عارفين. طيب العدد ده ال1000 10000 عندهم مشكله قصاد اكتر من 500,000 وحده، عشرات الالوف الوحدات اللي نزلت في المبادره. ده معناه ان في عشرات الالاف بيوتهم اتفتحت بسبب التمويل العقاري او مبادره هيئه المجتمعات العمرانيه ووزاره الاسكان. في بيوت كتير اتفتحت بسببها. بس طالما في مشكله نحلها، لان انت متخيل ده انت لو واحد عنده مشكله بيبقى عايز كل اللي حواليه يساعدوه. تخيل بقى في 1000 بني ادم عندهم مشكله، 10000 بني ادم عندهم فيه مشكله. وعلى فكره احنا مقدرين جدا حجم الضغط اللي احنا بنتحرك فيه. يعني انا مثلا لو في الشركه بدير 100 موظف، 100 طلب عشان اعملهم في اليوم، ده مستحيل او صعب. تخيل بقى انت مسؤول عن كل الالوفات دي. فاحنا مقدرين جدا الضغط والمجهود المبذول، بس احنا كل اللي احنا عايزينه رد امتى وازاي. وخلينا عارفين ان الناس لما بتكونش عارفه اجابه السؤال بيبقى اصعب بكتير من عارف اجابه السؤال وعجباه ولا مش عجباه، بس يعرف اجابه السؤال اصلا. فاحنا بنطلب من الجهات المسؤوله يبقى في رد على الناس اللي انتوا سمعتوهم، طلبهم بسيط، يا ريت نرد عليهم ونفهمهم ايه اللي هيحصل. وبرضه نحط في الاعتبار ان هم بياخدوا الاجراءات دي، كانوا بياخدوا الاجراءات دي قبل القرار بتاريخ 15/10، فبالتالي هم عاملين حساباتهم والتزاماتهم وحياتهم على ما قبل القرار. هم اوريدي خدوا موافقات. طيب دي مشكله احنا قابلناها لما اتكلمنا عن التمويل العقاري، وزي ما قلت لكم هيفضل التمويل العقاري انقاذ لملايين من الشباب، لان المشكله اللي عرضناها مشكله لنسبه بسيطه من الالوفات الشقق اللي نزلت في المبادره. فستيل التمويل العقاري هو الانقاذ. طبعا بنطالب ان الاوراق تبقى اسهل، بنطالب ان الدنيا تبقى اسرع، بنطالب ان زي ما دول العالم كلها بتعمل تمويل عقاري بابسط الحاجات، بنطالب ان الدنيا عندنا تبقى اسهل شويه. وان شاء الله انا متاكده ان هي في الفتره اللي جايه هتبقى اسهل واسهل، لان مش بس عشان الدوله بتحاول تسهل، لا عشان كمان احنا وعينا عن التمويل العقاري زاد. احنا في 2025 ضعف العدد في 2024. يعني احنا الوعي والادراك لاهميه التمويل العقاري عماله تزيد، وكمان زياده الاسعار خلت التمويل العقاري اساس مش اختيار خلاص. طيب جينا بعد كده فتحنا ملف تاني عن الاستثمار، وهو الاستثمار في العقار. ولما فتحنا ملف الاستثمار العقاري طبعا مش هنقدر نتكلم هل الاستثمار العقاري مهم ولا لا، هل بيكسب ولا لا، لان دي حاجات يعني قطعنا الشك باليقين فيها في حلقاتنا اللي فاتت. الاستثمار العقاري الاستثمار الوحيد اللي بيكسب ما بيخسرش، اللي بيطلع ما بينزلش، دي قولا واحدا. طيب لما جينا اتكلمنا في الموضوع ده لقينا في ناس عندها مشكلة برضو، واخترنا برضو ان احنا نواجه المشكلة، ان احنا نوصل صوت الناس اللي عندها مشكلة، وبرضو نطلب من الجهات المسؤولة ان يبقى فيه الحل. ايه المشكلة اللي قابلناها؟ قابلنا ناس اشترت من سنين ولحد النهاردة ما استلمتش. طب هي المشكلة ان هم ما استلموش؟ لا، هم عارفين ان هم ما استلموش. مشكلة ان مفيش اجابة ايه الضوابط او ايه اللي هيحصل في حقوقهم. فلوسهم هترجع لهم؟ هل هيتوفر لهم وحدة بديلة؟ هل هيستلموا؟ هل في حاجة هتحصل؟ ده المطلوب دلوقتي. ايه اللي هيحصل مع الناس دي؟ هم ده اللي هم عايزين يسمعوه. ايه اللي هيحصل معانا؟ احنا ناس معاها عقد، هتعملوا معانا ايه؟ ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه النهارده. وضيوفنا الكرام في الاستوديو النهارده هيبقى عن ناس
لغايه النهارده ما استلمتش، وفي اللي استلم وعنده مشاكل في الاستلام. وارجع اقول تاني، القطاع العقاري نزل بمشاريع في 2025 ما نزلناهاش في الثلاث سنين اللي قبلها. فده معناه ان في مطورين كتير قوي بيبنوا بيسلموا كل حاجه، لانه قطاع كبير وضخم. فلو في 5 مطورين 10 مطورين عندهم مشكله او ما سلموش، ده ما يغيرش ان احنا بنتكلم عن اقوى انواع الاستثمار في السوق، وهو الاستثمار العقاري. بس زي ما هرجع تاني اقول، واحد عنده مشكله لازم نحلها. ليه؟ لان انت لما يبقى عندك مشكله الصوت بيبقى عالي. انا عندي مشكله، انا اي باب هيتفتح لي ان انا اوصل مشكلتي هوصل. انا بقول لكم احنا الناس دي اتواصلنا معاها امبارح، ظهروا النهارده ليه؟ عندهم مشكله عايزين حل، هم عايزين حل. فصوتها بيبقى عالي قوي. طيب انت ممكن تحلها، انت ممكن تحلها ويبقى القطاع ده ماشي بسلام. ليه؟ لان انت عندك 1000 عندهم مشكله وفي 100,000 ما عندهمش مشكله. ال1000 دول انت شايفهم اكنهم هم ال100,000. فلو حلينا مشاكل، وعلى فكره هم مشاكلهم مش صعبه، لو مشاكلهم اتحلت القطاع هيبقى في افضل حالاته. فنتمنى ان تكون الحلقه دي حلقه تفرق مع الناس، وتفرق ان صوتها يوصل، وتفرق ان الجهات المعنيه يكون عندها رد على الناس دي. نروح فاصل ونرجع نشوف ضيوفنا ونشوف مشكلتهم فين. رجعنا لكم تاني من الفاصل، وهنبدأ بقى ندخل في لب المشكلة. طبعا زي ما قلت لكم قبل الفاصل، احنا لقينا ان في مشكلة عند بعض الناس او متضررين دول، ما بين بقى اللي ما استلمش وحدته، ما بين اللي استلم وحدته مخالفة للمواصفات اللي في العقد. نقط كتير هنتكلم عن تفاصيلها مع ضيوفنا النهارده. وزي ما قلنا قبل الفاصل، لو في واحد عنده مشكلة لازم تتحل. طيب هنبدأ بضيفتي النهارده، وهي مهندسة رحاب جمال، وهي استشاري معماري ورئيس خبراء في وزارة العدل. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. منورانا النهارده. الله يخليكي. اهلا بيكي. واستاذ احمد حسين، وهو ادمن جروب من جروبات المتضررين من احدى المطورين العقاريين اللي ما استلموش، غير طبعا ان هو مستورد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، منور. اهلا وسهلا. طيب طبعا ليديز فيرست، نبدا بحضرتك. احنا عارفين ان في مشكله، يعني احنا النهارده قاعدين عشان في مشكله بنتكلم فيها. تمام. احنا عايزين اليوم او الفقره بتاعتنا تنتهي بان احنا نعرض المشكله بتاعتنا وايه الحل ليها بمنتهى البساطه، عشان نقدر نوصل لحاجه. يعني مش عايزين نعرض المشكله بس، تمام. اوكي. ايه الحلول اللي احنا شايفينها برضو من وجهه نظرنا، تمام. عشان برضو نستفيد. احنا في الاخر عايزين نحل. اوكي. طيب انا عارفه ان حضرتك عندك بيج او جروب، او يعني عاملين زي جروب كبير عليه عدد كبير جدا من المتضررين، وبتطالبوا ان يبقى ليه زي هيئه او تنظيم سوق او حاجه زي كده. تمام. ممكن تحكي لنا بس تفاصيل الجروب دوت، او هو بيهدف الى ايه؟ تمام. بدايته احد المصريين المقيمين في الخارج، تمام. استاذ اسامه سماح. هو صحفي مصري ومؤلف كتاب في انتظار مصر، وتحدث في احد فصول الكتاب عن هيئه تنظيم السوق العقاري المصري. حلو قوي. بدا ياخد وحدات برضو استثمار عقاري في مصر، وشجع قرايبه واصحابه والمقيمين في الخارج المغتربين معاه، وفعلا حجزوا من خلاله. دي اصعب، يعني ان انا اتضرر دي ان انا دي لوحدي حاجه، وان انا اكون سبب في ضرر اخر دي حاجه ثانيه. بالظبط. ودي كانت فعلا موجعه جدا بالنسبه له. صحيح. يعني فاخد قرار ان هو لا، مش هيسكت، لان هو عارف طبعا في دول شقيقه، وفي دول كتير احنا عارفين ان هي عملت هيئه لتنظيم السوق العقاري، بتنظم العلاقه ما بين المستثمر وبين المطور، وتحط تشريع يحكم العلاقه ما بين الاثنين من بدايه ما يبدا المشروع لحد التسليم. بدا يعمل فعلا البيج دي، وبعدين اكتشف ان الناس المتضرره عددها لا حصر له فعلا. هي اصلا الجروب عليه الاف. هي احنا عملنا البيج الاول وبعد كده عملنا جروب، لكن البيج هي اللي عليها رقم كتير جدا جدا يعني. حلو. ناس متضرره من سنوات طويله، يعني عدت في ناس من 40 سنه. ده كان رقم صعب 40 جدا. سنه عندهم نفس المشكله. عندهم نفس المشكله وما سلموش. 10 سنين و15 سنه، وزي ما حضرتك عارفه نفس النظام، سواء ما فيش تسليم
سواء تسليم منقوص، المواصفات مش مظبوطه، منقوص يعني الوحده غير اللي في العقد. وممكن يبقى فيه انا استلمت مثلا او الوحده طوب بس ما فيش لاندسكيب وما فيش مرافق وما فيش خدمات، يبقى انا برضو انا بستلم وحده مش هيكل. المفروض بستلم وحده جاهزه للاستخدام حسب شروط التعاقد اللي بيني وبين المطور. الهيئه دي وظيفتها ايه بقى؟ وظيفه الهيئه في الاول خالص المفروض ان الناس اللي بتدير الهيئه دي حد من محكمه النقض او من المحاكم عموما عشان يعرف يفض النزاعات سريعا، ويبقى في حد مسؤول وله رؤيه. تمام. في حد من البنك المركزي عشان يبقى فيه نظام سكرو اكاونت بنكي يتحط فيه الاقساط المفروض في المواعيد المستحقه ليها، ولا تصرف للمطور الا بعد ما الهيئه الرقابيه اللي موجوده او الاداره المختصه جوه الهيئه اللي هو المهندس الاستشاري اللي بيشرف على التنفيذ يقول انه وصل للمرحله. احنا طالبنا على فكره في حلقه سابقه لينا عن موضوع الاسكرو اكاونت لانه هو اوريدي متطبق بره، فتطبيقه في مصر مش هيبقى صعب. وهيحل مشاكل كتير جدا. صحيح. جدا. حل النزاعات انا عندي في ضمن بنود الهيئه برضو ان انا المطورين نفسهم يبقى لهم تصنيف. هصنف المطورين بحيث ان انا ما هجيبش مطور ملوش عباءه ماليه كويسه وملوش سابقه اعمال واديله مشروع ضخم، ما انا كده هبقى عارفه ان هو مش هيقوم بالمشروع ده. وطبعا انت عارفه ان من ضمن التعثر بتاع المطورين ان انا ببدا مشروع وقبل ما اكمل المشروع ده تظهر قدامي فرصه استثماريه اخرى اروح راكن المشروع ده واخد في دي، وتظهر فرصه استثماريه ثالثه، اذا انا عماله باخد فلوس ده احط في ده اخد فلوس ده احط في ده. طب الاولاني ده فين من الموقف ده؟ يبقى انا لازم يبقى في جهه رقابيه تنظم العمليه دي كلها، هيبقى من ضمن الاعضاء بتوعها خبراء تقييم عقاري، مهندسين استشاريين. انا عايز سعر الوحده ما يبقاش مبهم، ما يبقاش كل واحد بيحط سعر الوحده حسب انا المطور سعري كذا. وكمان متهيألي لو توحد العقد ده هيبقى منصف جدا. من ضمن البنود برضو بتاعتنا في المطالبه ان يبقى في عقد موحد. صحيح. والعقد يبقى احنا معروف ان العقد اصلا العقد شريعه المتعاقدين في القانون المدني. لو احنا جينا بصينا على بنود العقد هتلاقي العقد فعلا بنود اذعان كلها لصالح المطور. تلاقي المستثمر او المشتري ما فيش ولا بند يخدمه. البنود ممكن يبقى بند ضعيف جدا وفي النهايه ما يرجعلوش حقه. تمام. استاذ احمد اهلا بيك. انا كنت بس حابه اعرف الاول حضرتك، انا عارفه ان انت من المتضررين قدام، حضرتك من المتضررين اللي ما استلموش خالص ولا من اللي استلموا بس وحده غير اللي في العقد عندك؟ هو انا من ضمن الناس محترمه كتير موجوده معانا على المشروع ده. احنا متقسمين ل3 حالات. ناس استلموا وناس واقفين على الاستلام عشان الشركه طالبه منهم فلوس اوفر على ثمن الوحده بتاعتهم، يعني غير اللي في العقد. غير اللي في العقد مش مذكوره في اي بنود، مش مذكوره في اي حاجه، وهتدفع هنشطب لك ونسلمك، مش هتدفع اركن جنب الشريحه الثالثه اللي هي مش بعيده، ما هو في عماير وفي وحدات بعيده مكانها مش موجود دلوقتي، مش واصل لهم التشطيبات، فخلاص دول ما بيحلوش معاهم. هم واقفين عند حته معينه، انت عايز تستلم اوكي ممكن تدفع لنا مثلا 20% 25% من ثمن الوحده اللي انت اصلا دفعته. طب هاخد ايصال بالكلام ده؟ لا، هتاخد ايصال مكتوب فيه فروق تشطيب. فروق تشطيب يعني انت اللي انت عايز تعمل توضيبات معينه وانت عايز تعمل تشطيبات معينه، وكل الكلام ده اصلا عشان هي مش مذكوره في العقد، عشان ما حدش يقدر يرجع على الشركه في حاجه قانونيه. وفي ناس كتير دفعوا لان ما عندهمش وسيله تانية، على اساس ان هم عايزين زي ما بيقولوا عندنا في القريه يحيوا الجثه. بس حتى اللي مشي في الاسلوب ده، القريه دلوقتي موجوده قريه بدون بحر. لما الراجل جه يبيع لنا مشروع طبعا في السخنه، اسم كبير جدا وعريق. ما هو ده برضو من ضمن الحاجات الغريبه، يعني احنا كنا بنقول للناس خدوا بالكم المطور الجديد، خدوا بالكم المطور اللي داخل السوق العقاري جديد او اللي ما كانش مطور، دايما قلقانين من الجديد الدخيل، يقول لك دخيل على السوق العقاري. هو على فكره في بعض المطورين ما سلموش من الناس دي، لكن انا لاحظت الفتره الاخيره ان اللي ما سلموش دول اسامي كبيره. ما انا هقول لحضرتك هي جت منين. هو كلنا شربنا المقلب ده. جت منين؟ مش من المطور. المطور بالعكس اخر مثلا 10 سنين مشروعين بتوعه في الساحل وفي السخنه ما كانش احسن حاجه، بس هو جنب المشروع بتاعه في قطعه ارض فاضيه كانت بتاعه جهه سياديه في الدوله. اوكي مفيش مشاكل. احنا لما سمعنا ان الجهه دي هتشاركه، هو هيخش بالانشاءات وهي داخله بالارض، كلنا ما فكرناش. ثقه 10 على 10. اسم ذهب، جهه من الدوله مش عايزين حاجه تاني. خد الارض ورحنا واشترينا على اساس الاسم بتاعها. خلاص احنا اصلا مش بنفكر فيه. 10 سنين ما عملش حاجه في الموقع
الا شويه انشاءات، لانه طبعا بيبيع بخساره، مش عارف يلم الفلوس. خد الفلوس اشترى بيها فنادق في موريشيوس، متصوره الكلام ده بدوكيمنت، فندق في دبي من احسن فنادق دبي، بيدر عليه عائد ملوش حل. ومع ذلك هو لما تقاعس عن الموضوع ده، الجهه طبعا ما ترضاش بالكلام طيب ده. هسأل حضرتك سؤال دلوقتي يعني حضرتك في تعويمات حصلت، تمام؟ فانت مثلا الحاجه دي كان تكلفتها 5 بقى تكلفتها 20 عندي. فالتعويمات اللي حصلت دي ممكن تكون اثرت. تمام. هل انتوا يعني انتوا كمتضررين، طبعا انت معاك عقد وطبعا انت من حقك الوحده وكل الكلام ده احنا مش هنقدر نجادل فيه، بس هل مثلا شايفين انه ممكن ده يبقى عامل مؤثر ولا؟ هرد على حضرتك. المثال واضح. بعد القريه بتاعتنا بحوالي 2 كيلو في قريه تانية طلعت في نفس الوقت. اسم جديد، يا ريته اسم قديم، واحنا خفنا من الاسم الجديد. دلوقتي القريه يعني يا ريته عنده نفس العباءه مثلا، في نفس الوقت بالظبط. القريه دي دلوقتي الشاليه فيها ما شاء الله ب 12 مليون جنيه. الشاليه عندنا احنا سعره واقف على 2 مليون وما بيتحركش ومحدش بيشتري، لان انت قريه بدون بحر. هو حضرتك في نقطه صغيره عايز اقول لحضرتك عليها. العقد بتاعنا من 2017 كاتب فيه بالبونت العريض كده ان انت ليك بحر من ضمن فروق الصيانه وهصرف عليه. دي مالهاش علاقه بالتعويم دي. جاي بقى دلوقتي اللي معايا عقد 2024 شال كلمه البحر من العقد. هو خلاص استقر انه مش هيدينا بحر. تقريبا ان هو مش مؤهل لاعداد كبيره، فبيحاول ان هو يقلل الاعداد بالطريقه بيحاول دلوقتي في شركات في الدوله خاصه اشترت معاه، فعلشان الشركات دي بدا يشطب حواليهم المنطقه بتاعتهم ما يحوزها من بنيه تحتيه، ويصور الكلام ده في برامج ويقول ان هو ده القريه، وهو ده لا يمثل 2% من القريه. طبعا بيجي يصور ال 2% زي النظام القديم بتاع السبعينات، يطلع ال 2% يقول هو ده المشروع، والمشروع كله على بعضه خرسانات، رمى خرسانات عشان الارض طبعا ما تسحبش منه من الجهه، عشان خاطر يبقى هو رازع رجله في المكان. وساب مفيش تشطيبات، عايز تشطب ادفع لي 250,000 جنيه واشطب لك بأسوأ حاجه ممكن تشوفها في حياتك. ومفيش اي حاجه، ميه مفيش، كهرباء مفيش، كل الكلام ده مفيش. طيب حضرتك مش بس صاحبه جروب كبير او بتطالبي بهيئه، حضرتك كمان اصلا في المجال، يعني حضرتك مهندسه معماريه. تمام. ده غير حضرتك طبعا تايتلك كرئيس خبراء، ده برضه بيخليكي شايفه بنطاق اوسع. اكيد. يعني احنا ممكن نبقى عارفين مشكله مين، لكن حضرتك بتبقي بتبصي من بعيد اكتر يعني. فشايفه حضرتك يعني اللي بيحصل من المطور انه ما يسلمش او انه يسلم حاجه مخالفه للمواصفات. حضرتك شايفه ان المفروض ايه اللي يحصل؟ يعني احنا دلوقتي احنا بنطالب كده بتوحيد العقد، فالمفروض كلنا نطلب دوت. لكن مثلا العقد دايما بيبقى مركز على وحدتي، فمثلا نيجي نقول ده مفيش لاندسكيب، ده كان في لاندسكيب، ده مفيش ميه، كان في ميه، يجي يقول لك والله انت في عقدك وحدتك مالكش دعوه في ميه ولا مفيش ميه. فحضرتك شايفه ايه يعني نعمل ايه عشان نتفادى الخطا ده او ما نروحش اصلا للموقف ده؟ هو بداية خالص ردا بس على جزئية التعويم. تمام. اللي ما سلمش، يعني أنا لو في مطور بدأ مشروع وحصل تعويم وتعثر وما زال في نفس المشروع نفسه، أنا هلتمس ليه العذر. هقول له حصلت تعويم وتعثر. يمكن برضو ده هو عامل مؤثر فعلا. لكن امتى اقول ان المطور ده اضر بالناس اللي معاه؟ لما في نفس الموقف ده ياخد مشروع اخر وياخد مشروع اخر وياخد ارض ثالثه ورابعه وسايب الناس مفيش حلول ومفيش مباني. دي ما اقدرش اقول بقى ان سببه هو التعويم، او ان انا اقدم حاجه غير صالحه للعيشه للناس انها تعيش. بالظبط. يعني انا المفروض ليه احنا بنطالب بالهيئه؟ ليه بنقول لازم يبقى فيه؟ وعلى فكره برضو عشان يبقى تصحيحا للمعلومه، يعني هو ادمن الصفحه استاذ اسامه سماحه، يعني انا جايه ممثله عن الصفحه. تمام. فالمطالبه كانت لازم يبقى فيه اجراء قانوني وتشريعي. ما فيش حد هيبقى فوق القانون. يعني انا لما انا هعمل هيئه، والهيئه دي المفروض ان هي هتختار المطورين بناء على التصنيف المطلوب وتبدا تتابع مراحل التنفيذ، ما تصرفش المبالغ الا لما نوصل لمراحل التنفيذ، وبناء على المعاينات اللي هيقوم بها المهندس الاستشاري المختص. الوحده هتتقيم اصلا مبدئيا بمعرفه مقيم عقاري، اللي هيراعي فيها المطور، المساحه، الموقع،
الاسعار اللي موجوده دلوقتي واسعار الخامات. طب لو لو في محكمة حالة النقد التقسيط. نصفت ناس كتير بحكمها اللي هو تم. جميل جدا الحكم ده طبعا، يعني لو انا مش هجيب حاجه في المدني اكيد هجيب في الجنائي، أكيد. فده فتح طبعا باب كويس جدا. بس انا مش معقول ان انا كل المتضررين دول هقول لهم هاثقل المرفق القضائي بالقضايا دي كلها واقول له روح ارفع قضيه عشان يصدر ليك حكم شبيه بالحكم ده. طب ما انا احل المشكله جذريا واعمل هيئه تنظم. ما هو الكلام ده الهيئه بقى تبقى معاها صلاحيات ان هي لكل حاجة، تدي رخصه المطور حتى وتسحب رخصه تحل من نزاعات المطور، صح وتحل كده؟ نزاعات بالظبط. انا المطور ده مش ملتزم خلاص يبقى مش هيشتغل بعد كده. وانا انا مش هديله المشروع اصلا من البدايه الا لما اتاكد من حاجات كتير، سمعته بينافس ولا لا، عباءته الماليه مناسبه اصلا لقامه المشروع ولا لا، في سابقه اعمال، في خلافات حصلت. يعني انا لازم اعرف الاول المطور ده يصلح ان اديله المشروع من الاول، بروح بتابع مراحل التنفيذ. تعثر، طب ايه المشاكل اللي قابلته، هيعرف يكمل ولا مش هيعرف يكمل. لازم يبقى في متابعه. وانا لو حصل نزاع في الاخر جوه الهيئه نفسها لازم يكون في حاجه تحل نزاعات فوريه، ما ينتظرش في المحاكم. واللي احنا برضو بنطالب بيه، لان طبعا انا الهيئه هتاخد سنوات عشان اقدر اعمل هيكله الهيئه ومجلس التشريع ومجلس النواب يقر والكلام ده كله. احنا محتاجين زي لجنه طوارئ دلوقتي تحل النزاعات القائمه حاليا. مش معقوله نسيب الناس كده. لازم في لجنه زي ما عملنا حلينا مشكله الايجار القديم. مش اتحلت مشكله الايجار القديم برضو اتجدولت والدنيا هتمشي تمام. ليه انا سايبه الملف ده كده؟ طب ما انا اعمل لجنه زي اي لجنه طوارئ تحل المشاكل الفوريه دلوقتي. تشكل برضو من قضاه، مهندسين استشاريين، خبراء تقييم عقاري، خبراء في وزاره العدل، ويتحط تقارير ويحلوا نزاعات ما بين الاطراف. ما تسابش الدنيا كده، دي ضروره لازم فوريه، لان الناس طبعاً. وصلت لمرحله صعبه. طبعا طبعا. انا عايزه اقول لك حاجه، هو تاني انا برجع اعيدها، كم المشروعات اللي نزل في 2025 او في الخمس سنين اللي فاتت كبير جدا نسبه للمتضررين. أيوة. لكن متضررين صوتهم واضح، فباين ان هم عددهم اكتر. صح. لكن لا، هو الحقيقه مش كده. بس لو مشكلتهم اتحلت الدنيا هتبقى بالظبط مختلفه تماما. مشاكل الناس في حقيقه اللي بقالها سنوات. هتصدم حضرتك. اه المطور مثلا اللي معانا بيقول انه معهوش فلوس، بيقول انه مش قادر يكمل، محتاج مساعدات. المطور ده اشترى في شهر 10 2025 ارض في مدينه نصر بمليار جنيه من بنك مصر. طيب انا طالبه من حضرتك حاجه. انا دلوقتي سمعت من حضرتك ان احنا متقسمين 3 اجزاء، جزء استلم ومش عايش في القريه، ومش عايش في القريه ما فيهاش عيشه. نسبتهم كام في المية الاول؟ كام في المية من اللي استلم؟ ما يعني ممكن مثلا تقولي 20-25%. بس مش عايشين. اللي عايش في القريه 0%. القريه ما تنفعش حد يعيش فيها، ما فيهاش ولا كافيه، ما فيهاش مثلا حد يعمل اكل، ما فيهاش صيدليه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش سور. ما فيش سور اصلا. انت قاعده في الصحراء، كلاب ضاله داخله عليكي، تعالب، ذئاب، انت ما عندكيش اي حاجه. هي فيها نقطه صغيره انا اسف يعني. هو مش متعثر، هو بيكسب من التعثر. بمعنى كان في لاجون هتتعمل ب4 مليار جنيه اللي هي اللي عايم عليها القريه، ما رضاش يعملها، لغى الفكره. الكباري اللي كانت معموله عشان العربيات تعدي من عليها هدها وباع الحديد بتاعها وكسب فيه. عنده مثلا بيسينات في الدور الارضي، لغى الكلام ده وباع الكلام ده للارضيات سوري اللي واخد الدور الارضي، يكبر له الجنينه بتاعته من مساحه البيسين اللي كان هيعمله للناس وياخد منه فلوس. سيده مثلا جالها لا قدر الله، يعني ربنا يشفي الجميع، جالها كانسر وراحت له قالت له انا مش قادره ادفع اللي انت طالبه مني الزياده، ارحمني. قال لها انا ما حدش رحمني عشان ارحم حد. واحده تانية جوزها توفى، قالت له انا جايباه عشان اجره عشان اعيش منه. قال لها ايه اللي خلاك تشتري من عندي؟ ما بيسمعش لحد خالص. اسمه يعلم الصبر، واحنا كلنا بقينا صابرين معاه، مش عارفين نعمل ايه معاه. طيب احنا مضطرين نطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل موضوعنا. انا يعني ببساطه شديده شايفه انه جه الوقت ان لازم يبقى في حل. ليه؟ لانه انا مش حاسه ان الناس هتسكت، مش حاسه ان الحق هيروح، مش حاسه ان السوشيال ميديا هتخلينا نقدر نعمل اللي كنا ممكن زمان يحصل. لا، كل حاجه بقت واضحه منوره، واللي ليه حق مش هيسيبه في كل الاحوال، فلازم يبقى في حل. نروح فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني من الفاصل، ومعانا ضيوفنا في الاستوديو زي ما احنا مكملين للاخر لحد ما ان شاء الله الصوت يوصل ويبقى فيه حل. وعلى فكره الطلبات
انا مش شايفاها طلبات مثلا تعسفيه، طلبات صعبه، طلبات مستحيله، بالعكس الطلبات كلها منطقيه، ان يكون في هيئه، الهيئه دي بتحكم المطور من الاول خالص، من قبل ما ندخل في المشكله اساسا. انت تقدر تاخد مشروع ولا ما تقدرش، انت معاك رخصه تقدر ان انت تبقى مطور عقاري، معاكش رخصه فانت اتسحبت منك، انت ما بقتش مطور عقاري، عباءتك الماليه تسمح ولا لا، تقدر تبني مشروع بالحجم ده ولا لا، ولا حجم المشروع كبير. يعني كلها حاجات تمنع المشكله من الاساس. الحاجه التانية غير الهيئه هو الاسكرو اكاونت اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، اللي هو يبقى فيه طرف محايد بيني وبين المطور العقاري. انا كعميل فلوسي ما تروحش للمطور غير لما يكون تم الجزء من الانشاءات اللي موجود في الجدول الزمني اللي المفروض يبقى موجود في العقد. الاسكرو اكاونت الطرف المحايد ده بيبقى البنك بيبقى حكم، لقى الجزء ده من الانشاءات تم بيدي الفلوس للمطور، ما تمش فلوسي بتفضل معايا لغايه لما المطور يعمل الجزء اللي عليه. فبالتالي عمر ما هنخش اصلا في مشكله عشان نحلها. الطلب التاني طلب بسيط، ان حتى لو الناس اشترت واحده بسعر قليل وحصل تعويم بعدها، وعلى فكره هو برضو الواحده قبل التعويم، ما هو السعر ده ما كانش قليل، يعني في وقتها السعر ما كانش قليل برضو. فحتى لو احنا شايفين ان التعويم مثلا خلانا مش قادرين نبني او لا، احنا بنتكلم عن مطورين عبائتهم الماليه تبني مشروعات كامله عادي، فممكن تخسر في المشروع ده وعوضها في مشروع تاني. بس خلي الناس تستلم، خلي الناس ترتاح. اسمك كمطور عقاري اهم واكبر كتير من اي فلوس ممكن توفرها. نرجع تاني لباشمهندس رحاب. انا كنت عايزه اعرف من حضرتك دلوقتي، انت بتقولي انه الجروب ده عليه متضررين كتير. طيب الناس دي كلها نفس الشكوى ما استلمتش، ولا مثلا استلموا والحاجات مختلفه؟ يعني ايه الاشكال المشاكل اللي حضرتك بتواجهها كل يوم؟ في تاخير في الاستلام، دي رقم واحد. في استلام مش مطابق اصلا، زي المشروع ده مثلا كان في لاجونز وبحر كل ده مش موجود طبيعي. في ما فيش اتمد ليها مرافق. في اراضي مفروض تم التعاقد عليها والمشروع ما تنفذش. طيب في الحالات دي مثلا حصل حلول قبل كده؟ يعني جه مطور قال خلاص انا هحل؟ لا 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 لا، ما حدش حل. حتى في ناس كانت قالت ان في اتعرض عليهم حلول ورجعوا. طب مثلا الارض اتسحبت من ده راحت لده وده حل؟ بيرجعوا بعد كده يعملوا تقنين ويقول لك هنرجع والدوله بتدي له مد تاني على اساس انه يكمل المشروع، وبرده المشروع ما بيكملش، واللي بياخد بعد كده بيتعثر. في كذا مشروع اتباع كذا مره، مطور ياخد من مطور ياخد من مطور، والمشكله لسه قائمه والمشروع ما كملش وما اتعملش والناس ما استلمتش، والناس اللي في المشروع الاولاني اتضررت. يعني ممكن يكون المطور الاخير بنى جزء من الارض اللي اخذها. طب الناس عندها قابليه مثلا تاخد وحدات بديله ولا؟ والله لو اتعرض عليهم مش هيقولوا لا، بس تبقى مواصفاتها تبقى نفس المواصفات المتعاقد عليها. مش هيقول لا، يعني كمساحه وموقع واللاندسكيب اللي حواليها مرافقها الكلام ده كله، ما انا مش هقول لا. أكيد. يعني مثلا لو اتعرض عليك وحده مشابهه، ما انا مستني حضرتك تجي لي عشان هديك المفاجاه. اتعرض هو راجل طيب وعرض علينا ده، عايز تنقل من مكانك اللي هي عمارتك فيه لسه ما اتبنتش او اتبنت ولسه ما اتشطبتش وتروح مع الناس الحلوين اللي هناك دول، مليون و200 جنيه، مليون و200 الف. مليون و200 الف عشان ننقلك. مليون اللي يعرفه حبيبه قوي 700 الف، ده غير فروق التشطيب اللي هياخدها منه 300 الف. يعني انت عايز تنقل من هنا تروح هنا، مع ان انا اللي مقصر، انا المطور اللي مقصر، هاخد منك مليون جنيه. طب ليه تاخد مني مليون جنيه؟ اصل دي وحده جاهزه، ما انا لو بعتها هكسب فيها. طب ما انا ليه عندك حق؟ لا مفيش حقوق هو ما بيعترفش بحقوق. طب اللي ما استلموش بقى او وحداتهم ما اتبنتش، ايه بقى المتوقع؟ يعني ايه تاريخ الاستلام اللي بيتقال؟ امتى؟ في انشاءات شغاله ولا لا؟ الشغل دلوقتي هو مركز مع الجهات القويه اللي هو ليها وحدات موجوده في القريه عشان يشطب لهم، عشان هم دول اللي بيعرفوا يجبروه ان هو يشتغل، عندهم غرامات محترمه يقدر يخلص لهم بسرعه. اما احنا بقى مواطنين غلابه مش عارفين ناخد حقنا. هو في ظل وجود السوشيال ميديا بقى في يعني لا ده قبل كله، ده قبل كله كان واخد معاه قبل. قبل طبعا، ما مين يقدر يجي دلوقتي؟ مفيش حد. هو مفيش بنيه، هو الصرف مفيش محطه صرف، مفيش محطه تحليه. الصرف بتاع الناس اللي موجوده اللي هي اعدادها بتتعدى على الصوابع بيتحط في الارض بتاعه المكان ويجيب حشرات ويبقى مكان لاوبئه. الميه بتجيلك يا اما من محطه خرسانه
تيجي لك ميه حللناها تودي في داهيه، يا اما ياخد ميه من القريه اللي جنبنا بتاعته اللي هي الاولانيه القديمه يوصلها لك، ولما الملاك اللي هناك يشتكوا من ضعف الميه يقطع عنك الميه اصلا. والكهرباء كل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في القريه باظت، انا اجهزتي كلها باظت، لان الكهرباء اللي جايه لك بسلوك من تحت الارض واصله كده كانه بيوصل يعني بيدي وصله للعربيه. طب ارجع لنقطه حضرتك قلتها ذكرتها في النص كده، ان كان في العقد في بحر وبعدين العقد الجديد مفيش بحر. بالظبط. الواقع بقى في بحر ولا مفيش بحر؟ الواقع مفيش بحر. مفيش بحر. مفيش بحر. البحر مفصول ما بيني وما بينه ارض حوالي 300 متر كده او 900 متر عرض و500 متر عمق. المفروض ان هو كان هيشتريها، بس هو طبعا مش عايز يدفع فلوس. هو مش عايز يدفع فلوس ومش عايز يمشي. جاله عروض كتير انه يطلع من الموضوع، اصل الارض مميزه جدا. دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها. مميزه جدا جنب مينا السخنه على طول. فهي 1000 من ياخدها. والجهه نفسها قالت له اطلع وحد غيرك. لا، مش هسيبها، لانها لزق في القريه بتاعته الاولانيه، فهو مش عايز اللي يمتد بيها يبقى هو، يا اما يبقى تفضل واقفه. مش هخلي حد يشتغل. في وضع زي كده المطلب بتاع الهيئه يبقى ايه؟ يعني هو اللي ما بيسلمش، هو اللي ما بيبنيش، بيقولوا له اخرج واحنا نحل، بيقول لهم لا مش هخرج. ده ايه بقى؟ لا، هو المفروض فيه زي ما انا قلت لك كده في لجنه طوارئ عاجله تحل كل النزاعات دي. يبقى فيها خبراء وزاره عدل، يبقى فيها خبراء تقييم عقاري، يبقى فيها مهندسين يتابعوا يشوفوا او يكشفوا الموقف التنفيذي. ضروري حد برضه من محكمه النقض، ولازم حد من المحكمه. هو برضه الحكم اللي حكمته محكمه النقض ده غير قابل للنزاع ولا الاستئناف ولا، فده منتهي. هو ممكن بس يكون هياخد وقت. اللي هو يعني بقول لك بنثقل المرفق القضائي فعلا. والله العظيم يا مصر بجد ارض خصبه جدا للاستثمارات. احنا محتاجين نعزز الثقه في العقار المصري. احنا بلدنا فيها ذهب، والله فيها ذهب. فحرام ان احنا فعلا يعني قطاع استثماري هائل زي ده ما يبقاش منظم. طب احنا بنقول هنصدر العقار، طب انا ينفع اصدر العقار والعقار وضعه كده؟ ما ينفعش. لا، زي اي سلعه. هو اللي انا عايزه اقوله كمان، انت ظالم 200 مطور عقاري تانيين شغالين عادي. صح. انت اللي ظاهر وهم مش ظاهرين. يعني شغلهم ما بقى طبعا اللي يبقى ده ياثر على ده. بالظبط. السيئه تعم زي ما بيقولوا فعلا. بالظبط. يعني انت مؤثر على 300 مطور شغالين وعاملين اللي عليهم وزياده. يعني انت ليه ممكن نحل يعني. ارجع حاجه تاني. دلوقتي حضرتك بتقول ان حتى اللي استلموا مش عارفين يروحوا. ليه؟ لانه الكهرباء فيها مشكله، الميه فيها مشكله. هو ما فيش كهرباء اصلا عشان يكون فيها مشكله. هي وصلات جايه من القريه اللي جنبهم. هو اصلا ما فيش كهرباء حكوميه. دي وصلات من القريه بتاعته اللي هي الاولى. هي بينها وبين القريه الثانيه سور 50 سم ودي امتداد. فهو بياخد من هنا وبيودي هنا عشان الناس ما تعملش دوشه قوي. بس الناس مش قادره تعيش. اللي بيجي اجهزته بتبوظ. في واحده معانا اجهزتها كلها باظت. طيب وفي ناس ما استلمتش، وحضرتك قلت ان هو شغال على الحاجات اللي ليها صوت اعلى. اللي ليها صوت اعلى هو دي اللي هيبدا بيها. كيانات كبيره. لكن ما فيش تاريخ محدد للاستلام. لا هو بيدي تاريخ. يعني لما بتروحوا مثلا ما بيقولكوش كمان سنه هسلم الناس اللي ما استلمتش. بيقول كل سنه، بيقول في كمان سنه. كل سنه دي جمله كده بتنزل، يعني جمله شتويه. طب هو العقد ما فيهوش حاجه للتاخير؟ طبعا فيه. طب ايه؟ ارفع قضيه. هو يحب جدا اللي يروح يرفع قضيه. يقول لك ليه؟ لانك هترفع القضيه وهتبعد عنه، مش هتعمل له دوشه ومش هيشوفك. هو عايز كل الناس ترفع قضايا. وعنده جيش محاميين وبيقول لكل الناس. طب انتوا وقفتوا اقساط؟ ما حدش يقدر يوقف اقساط الا لما يرفع دعوه حبس اقساط. ما انت برضه هترفع دعوه. ما ينفعش من نفسك، لانك لو وقفت من نفسك بتخسر حقوقك اللي في العقد. يعني هو بيعمل تركايه كده، الاستاذه ممكن تكون عارفاها. هو بيروح اللي ما استلمش، عايز اجل لك. معكش فلوس، مش مهم دلوقتي. مجرد ان انت سمعت كلامه واجلت، انتوا الاثنين قدام القاضي متاخرين. هو مطور متاخر وانت راجل مالك متاخر. خلاص انتوا زي بعض. لكن الناس فهمت الموضوع ده في ناس رفع قواضي كتير جدا بالبحر، بتحديد مكان البحر، لان هو في بحر في العقد. فالدعوه بتاعت البحر بتحديد مكانه. واللاجون ال 4 مليار دي اللي راحت، ده فيه بقى كارثه جنائيه. الحاجه الوحيده الجنائيه في الموضوع. خد وديعه الصيانه. لما تيجي تستلم بياخد منك وديعه الصيانه، تستلم الاستلام الوهمي اللي احنا فيه ده. فبياخد من كل شاليه 10% من قيمته. طبعا وديعه الصيانه دي المفروض على حسب العقد بتتحط في حساب بنكي منفصل. والعائد بتاعه بيطلع مراقب. منفصل مراقب من جهات حسابيه يصرف على القريه. الفلوس دي مش موجوده. مش موجوده. الفلوس دي صرفها. هو بياخد من هنا، عايز تستلم اديني فلوس. اي حد هات فلوس، ياخد منك الفلوس، ياخدها يصرفها وتقعد جنب اخواتك. هو مفيش عايز فلوس باي طريقه. يعني احنا كده مفيش بحر، والبحر اللي موجود
ده بحر وحده او بيت في ده بيته المكان. هو سامح لنا لكن 50 متر. مفيش بحر لا، مفيش وحتى بحر. لو هنستخدم البحر ده مش هيقضي حجم المشروع ده. لا طبعا، ويقدر بمكالمه تليفون ما يدخلكش. انت لازم تاخد الباص بتاع العمال الرديء وتركب فيه، ستات كبيره وناس كبيره، تطلع على سلم بتاع العمال وياخدك ويطلع بيك بره القريه ويخش القريه الاولانيه وتروح. في يوم لو انت جاي ضايقته وقلت له مثلا لا خلاص ما فيش بحر، ما هو ما فيش بحر، هو بيسمح لك تقعد قدام بيته. اقعد ما فهمت. تعملش دوشه، فهمت. عشان هو فاضل له حوالي 1200 وحده عايز يبيعهم. فهمت. مجرد ما باعهم هو خلاص احنا مش مش هنشوفه تاني. الموضوع فهمت. انتهى. طيب دلوقتي يعني احنا وقتنا خلص، فاحنا عايزين من حضرتك نصيحه. النصيحه دي دلوقتي اتعرض تركتين اهم. اول حاجه قال لك انا عشان اوقف اقساط لازم اروح ارفع دعوه حبس اقساط. بالظبط. ولما جه ميعاد التسليم وما استلمش قال لك روح ارفع قضيه وحل عن دماغي. طيب دلوقتي اهو في حاجات ظاهره لنا ان احنا ما بناخدش بالنا منها واحنا بنمضي عقد وحده. فحضرتك قولي لنا نختم بيها بقى دي. فقولي لنا الخلاصه بقى من خبره سنين. لو ايه اللي انا ابص عليه او ايه النصيحه بتاعتك قبل ما اشتري وحده وامضي عقدها؟ طيب اول حاجه المفروض ان انا هروح على مطور انا عارف ان هو كويس وسمعته طيبه وبينفذ وما عندوش مشاكل. بعد ما هختار المطور اعرف المشروع اللي تم فعلا، يعني وصل لمرحله خلاص دخلوا المرافق. لو في وحدات ريسيل فيها اخدها وانا مغمضه. تمام. ما دي ما فيش مش هيحصل مخالفات ولا هيحصل حاجه، خلاص انا بالنسبه لي ده خلصان يعني. تمام. طب نفترض ان انا ما معيش اكيش ان انا اخد وحده بالشكل ده. هدور برضو على مطور يكون له عباءه ماليه كويسه وسمعته طيبه ونفذ قبل كده، والمشروع على الاقل يعني احنا خدي بالك كان في قرارات طلعت من كام سنه للرئيس ان ما يتمش الترويج لاي مشروع الا لما تبقى نسبه 30%. صحيح. طيب ده ما تنفذش على ارض الواقع، ما شفناهوش. طيب انا علشان اروح انا احجز في مشروع بلاش الاوف بلان خالص. ما ينفعش ان انا اخد على الخريطه، لازم يبقى فيه المشروع على الاقل هياكل موجوده خرسانيه. بس كده فرصه الاستثمار بتقل. ليه؟ لان الاوف بلان ده بيبقى سعر الطرح. ما جميل جدا، ما فيش مشكله، ما انا هاخد وهتلب يعني انا مش هستفاد حاجه. لا انا يبقى قدامي المشروع قائم جزء منه، يبقى انا عارف ان المطور ده شرع فعلا في التنفيذ وهيكمل. ده في مشاريع بداوا فيها مفيش رخصه. والناس اشترت فعلا اوف بلان مفيش رخصه. طب انا طلعت بايه؟ انا كده ممكن المطور فعلا ما يكملش وما هاخدش حاجه. يبقى انا تاني نقطه هتاكد منها برضو المشروع على الاقل الهياكل الخرسانيه طلعت والعمل جاري قدام عيني. دي رقم 2. لازم افحص العقد كويس جدا. افحص العقد كويس جدا. لو انا مش فاهم الجا لحد قانوني متخصص يشوف لي بنود العقد، لان مش عايزه اقول ان 100% من العقود عقود اذعان كلها لصالح المطور. لازم يبقى في حد يبص لي في العقود ويقول لي ايه اللي مش في صالحي وينوهني. لو الوحده بالوضع ده وبالعقد ده هتمثل ضرر عليا انا مش هتعاقد من الاول. لازم اخد بالي بالجزئيات دي كلها. تمام. انا بشكركم طبعا واتمنى ان الحلقه دي تفرق، واتمنى يبدا يبقى فيه تحرك وحلول، واحنا في ظهركم ان شاء الله لحد ما ده يحصل. يا رب يا رب. بشكرك يا باشمهندس رحاب. بشكر حضرتك استاذ احمد. شكرا. طبعا احنا عرضنا على فكره جزء بسيط من المشكله، وهنحاول ان احنا دايما نوضح او ننور المشكله فين. وزي ما قلت قبل كده وهقولها تاني، طلبات بسيطه جدا، يكون في هيئه رقابيه على المطور العقاري بتسحب رخصه وتدي رخصه، يكون في اسكرو اكاونت اللي متطبق في بلاد حوالينا زي دبي والسعوديه نقدر نطبقه ببساطه في مصر، يكون المطور يشتري سمعته احسن ما يكسب فلوس. كلها طلبات سهله وبسيطه، ناس ليها حق، ناس معاها عقد يعني لازم تستلم. انا حابه طبعا انه اوصل اكتر واكتر من المشاكل او من صوت الناس اللي ليها حق، وان شاء الله يبقى في حل قريب. انا متاكده ان ده هيحصل. بشكركم على متابعتكم لينا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج ابدأ صح.